ساعات قليلة عقب طرحه عبر قناته الخاصة على يوتيوب، نجح فيلم نايضة كبرهة صغار للفنان سعيد الناصري من تحقيق نسبة مشاهدة قياسية قاربت 1.5 مليون مشاهدة، ما جعل هذا العمل الجديد يتربع على عرش الطوندونس المغربي. وحظي فيلم الناصري الجديد بإشادة واسعة من قبل عدد كبير من المتابعين، سواء عبر قناته الخاصة على منصة يوتيوب أو حتى عبر باقي المنصات الرقمية من قبيل فيسبوك وإنستغرام، حيث نوهوا عالياً بسيناريو العمل، مشيرين إلى أن القصة تلامس حقيقة الواقع المغربي المعاش، كما نوهوا أيضاً بجودة الكاستينج الذي أعاد الاعتبار لعدد من الفنانين المهمشين، إلى جانب الرؤية الإخراجية التي حازت بدورها قسطاً مهماً من التنويه والإشادة. معلوم أن الناصري قد قرر سابقاً التخلي عن فكرة بيع فيلمه الجديد نايضة للقنوات المغربية، وقرر بالمقابل جعله متاحاً بشكل مجاني لعامة الجمهور المغربي عبر منصة يوتيوب ليتسنى للجميع مشاهدته، خاصة الفئات التي لم تتمكن من مشاهدته في القاعات السينمائية منذ شهر أكتوبر من السنة الماضية. في ذات السياق، أعلن مخرج وكاتب ومنتج العمل سعيد الناصري في وقت سابق أن فيلم نايضة لن يعرض على القنوات الوطنية وكذلك المهرجانات، لكونه يعالج مواضيع مهمة يعاني منها المجتمع المغربي، وبالتالي لن يحرم الجمهور من مشاهدة هذا الإبداع الذي أنتج بشكل خاص بعيداً عن أي دعم يذكر، موضحاً أن هذا الفيلم لم ينل إعجاب المسؤولين لأنه تطرق إلى موضوع الطبقة الفقيرة وأطفال الكريانات الذين يواجهون صعوبات كثيرة في الحياة. يمزج فيلم نايضة بين الكوميديا والدراما، حيث يعالج قضايا اجتماعية بأسلوب مميز، ويضم الفيلم نخبة من الأسماء الفنية المغربية مثل رفيق بوبكر وإلهام وعزيز وعبد الحق بالمجاهد وعبد الكبير حزيران وعبد الكبير الركاكين ومحسن ناشط وغيرهم. وتدور أحداث الفيلم حول شخصية سعيد، شاب يعيش في حي فقير بمدينة الدار البيضاء مع أصدقائه، حيث يواجه الجميع ظروفاً معيشية صعبة في ظل غياب أبسط الحقوق الأساسية، ويحاول سعيد وأصدقاؤه إيصال مطالبهم إلى رئيس الحكومة أملاً في تحسين أوضاعهم.